عاوزة تعملي دستة جاتوه وتكون حاجة كده أحسن من المحلات بارتفاع عالي، وحاجة كده شيك جدا تقدميها طبعا في أي مناسبة. تابع معايا الفيديو للآخر كده وإن شاء الله هتطلعي بمعلومة تكون كويسة جدا، وتقدري انت تعملي جاتوه وتعملي كمان الموضوع ده مشروع عندك من البيت. خلاص، اول حاجه كده يا بنات، لو انتي اول مره تشوفيني او اول مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. اول حاجه، الشغل بتاع التورت والحلويات ما تخافيش منه جدا، لان هو بصوا، هو صعب وفي نفس الوقت سهل. صعب لو انتي لسه مش متمكنه، سهل للي بتحب الحاجات دي وحاطه دماغها في المواضيع دي وحابه ان هي تعمل مشروع وحابة ان هي تلاقي نفسها، او مثلا بتلاقي نفسها في حاجة زي دي، فبتبقى طبعا الموضوع سهل معاها. لكن لو انت لسه مبتدئة ولسه مش عندك افكار ولسه مش عندك فكرة او دراية كاملة بالموضوع او بالشغل بتاعنا، فالموضوع هيبقى صعب عليكي شوية. تمام كده، بس طبعا مش صعب لو انت اتفرجت على الفيديوهات بتاعتي واتفرجت كمان على كل تفصيلة او عرفت كل تفصيلة كده او كل كلمة انا بقولها في قلب الفيديو، فهتطلعي بمعلومة كويسة وكده. خلاص، اول حاجة كده لازم يكون عندك ميزان في المطبخ بتاعك، والنهاردة هنعمل صاج 30 في 50، هنطلع دستة جاتوه النهاردة ما شاء الله اللهم بارك. خلاص كده، اول حاجه كده يا بنات، معايا 6 بيضات يكون حجمهم كبير، معايا 600 جرام من الاسبونج، معايا معلقه محسن جل كبيره، ومعايا نص كوبايه من الميه والفانيليا. طبعا اهم حاجه يكون المحسن بتاعك يكون شفاف مش ابيض، لكن لو هو ابيض طبعا مش هيديكي نفس النتيجه، لازم يكون شفاف معاكي بحيث ان يطلع لك النتيجه المطلوبه. طب انا عايزه ابدا المشروع ده او حابه ان انا اعمل حاجه زي دي في بيتي وكده، بس مفيش عندي عجان، تقدري تضربي المضرب الكهربائي هيطلع معاكي نفس النتيجة، بس اهم حاجة يكون القوة بتاعته تكون عالية. طيب انا دلوقتي مفيش عندي لا عجان ولا عندي مضرب كهربائي، اقدر ان انا اعمل في الهاند بلندر، اعمل في الخلاط؟ طبعا هقولك لا، مش هينفع ان انتي تعملي، لانه طبعا لما تضيفي المحسن مع الاسبونج مع المية، فبتلاقي طبعا القوام زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى طبعا اشيل كل اللي على السلاح كده زي ما انتم شايفين، او على الكف اللي موجود اللي انا كنت بضرب بيه، واقلب بس الاسبونج بتاعي تقليبه كويسه، بحيث طبعا لو في اي حاجه في القاع بتاع البوله. خلاص، هبدأ ان انا افرد كده الاسبونج بتاعي. خلاص، لو انت مشيتي على كل حاجه انا بقولها هتطلعي معاكي نتيجه مطلوبه 100%. على فكره الصاج ده 55 35 في 55. خلاص، لان انا قلتلكوا في اول فيديو هو 30 في 50. انا الصاج اللي قبل منه انا بطلع منه دستة جاتوه، بس انا بطلعها ب220 جنيه، ده بطلعها ب250 جنيه، لان ده الجاتوه ده هيبقى حجمه كبير. خلاص كده، دخلت طبعا الاسبونج بتاعي الفرن، وبعد ما دخل الفرن بطلعه بسلكه من الجوانب، بقلبه على الرخامة. واهم حاجة يا بنات يكون الفرن بتاعك سخن وانت بتدخلي الصاج بتاعك، وفي نفس الوقت كمان درجة الحرارة تكون عالية، عشان الاسبونج بتاعك لما ياخد درجة حرارة عالية هتلاقيه بدأ يرتفع معاكي كويس ويستوي معاكي كويس. خلاص، هبدأ بقى ان انا طبعا اقطع الاسبونج بتاعي نصين زي ما انتم شايفين كده، واشيل طبعا الورق من عليه. طبعا بجيب سكينة كده وبعمل بقى طبعا ايه حوالين الصاج كده، لازم طبعا افرغه عشان اقلبه على الرخامة، لان طبعا لو ما عملتيش الحركة دي الاسبونج بتاعك هيتكسر معاكي ومش هينزل معاكي من الصاج. خلاص، هبدأ ان انا اقسمه نصين اشيل طبعا الورق اللي انا حطاه. الورق ده بيشيل كل الوش بتاع اللي بيبقى طبعا على الاسبونج، لان طبعا بيبقى لامم كل زفارة البيض. خلاص، معايا طبعا مربة حليب. طبعا الخطوة دي لو انتي حابة تعمليها اعمليها، مش حابة تعمليها خلاص. معايا مربة حليب متخففة، حطيتها على الكريمة، وابتديت دلوقتي ان انا افرد الاسبونج الكريمة بتاعتي فردة كويسة كده. خلاص، جيب بس القاعدة بتاعتي لان انا مش عارفة ان انا اجلس كده بصراحة يعني. والنص التاني ان شاء الله هحط برضك على الطبقة التانية. بعد ما حطيت الكريمة هضغط بس ضغطة بسيطة، ضغطة بسيطة
مش ان انت تضغطي خالص على الاسبونج تبوظيه، لا، ضغطة بسيطة بس بحيث ان الاسبونج اللي تحت مع الكريمة اللي في النص والاسبونج اللي فوق بصوا يبقوا طبقة واحدة. حطيت كمان مربى حليب، المربى دي جاية اصلا متخففة جاهزة، زي جيل الفراولة وجيل المانجا جيل الكراميل جيل الشوكولاتة، جاية زيها بالظبط. خلاص كده زي الجيلوهات. عايزة اقول لكم ان انت لما بتضيفي مربى الحليب دي على الكريمة بصوا بتخلي الكريمة في حتة تانية خالص. خلاص كده حطيت بقية الكريمة بقى كده زي ما انتم شايفين، هبدأ ان انا اساوي كده، ايوه كده زي ما انتم شايفين، واجيب بقى السكرابر بتاعي واساوي الكريمة بتاعتي كويس جدا وادخلها الفريزر. خلاص طبعا ندخلها الفريزر يعني اقل حاجة كده ساعتين، بين ان انت تزيني وبين ان انت تقطعي كده عشان القطعة تطلع مظبوطة معاكي. خلاص كده. طب في فرق بين ان انت تدخليها الفريزر والتلاجة، لما تدخليها الفريزر بتجمد معاكي، فانت بتيجي بصوا بس مش بتجمد الجمدان اللي انت طبعا مش هتقدري ان انت تقطعي الاسبونج بتاعك، لا بتجمد بصوا بتمسك نفسها مش اكتر من كده، لكن مش بتجمد بتبقى ناشفة قوي يعني. خلاص في التلاجة اما بتيجي طبعا تقطعيها هتلاقي الكريمة ساحت معاكي، الاسبونج لسه مفرول كده، في التقطيع مش هيبقى احسن حاجة يعني. خلاص حطيت بقى كده جيلو شفاف، وحطيت كمان آه، جيلو كراميل، حاجة كده ان هي ايه تشبح جيلو الشفاف تبقى مشبح كده. حطيت كمان جيلو من الفراولة. خلاص اولا التزيين ده زي ما قلتلك قبل كده في فيديوهات ان التزيين ده حسب ما انت عايزة. خلاص كده حطيت جيلو كراميل، وحطيت كمان جيلو فراولة فانا بس يعني ايه بعمل كذا كذا طعم في داس جاتو. طبعا انت لما بتروحي اي محل وكده فبتختاري الاشكال اللي انت عايزاها او الاطعمة اللي انت عايزاها، فانا ممكن طبعا اعمل كله شكل واحد ولون واحد وكده، بس انا بصراحة بحب ان انا ادخل كذا حاجة في الدستة، بحيث ان الدستة كده تبقى شكلها اصلا يعني مميز كده، فيها اشكال كتير يعني او فيها اطعم كتير يعني. خلاص هبتدي دلوقتي ان انا اشيل الاطراف حاجه بصوا ولا تذكر كده. آه طبعا الاطراف دي احنا مش بنرميها ولا بندخلها اصلا في كبات، احنا بنسيبها للاولاد في البيت يعني بناكل منها وخلاص، هي بتبقى كده اصلا فيها كريمه وفيها جيلات وكده. لكن انا لما بعمل مثلا طواجن او بعمل مثلا كبات او كده بعمل لها اسبونج مخصص ليها. تمام. هبدأ بقى دلوقتي طبعا ان انا اقطع بقى الجاتوه بتاعي، وطبعا القطعتين اللي انا سايباهم دول بيض، انا هعمل نوتيلا بيضة ونوتيلا بني عليهم. خلاص قطعة الجاتوه طبعا دي مش زي بتاعة المحلات خالص، بتاعة المحلات طبعا بتبقى صغيرة في الحجم في العرض وفي الطول. خلاص بس احنا طبعا احنا مميزون، فالقطعة بتاعتنا بتتميز بكده ان هي ما شاء الله حجمها حلو جدا. خلاص كده. على فكرة دي الصاج ده بيطلع معايا 14 قطعة، يعني مش بيطلع معايا 12، يعني انا لو ظبطت ايدي هتطلع معايا 14 قطعة، مش هتطلع معايا 12 بس، في قطعة انا شلتها من النص كده فهتطلع معايا 14 قطعة جاتو. خلاص في ساعات كده ببقى مثلا عندي 3 دست جاتو، فكل دستة بطلع منها قطعتين، فبتفضل معايا نص دستة، يعني كل دستة قطعتين بعملهم نص دستة بطلعهم فوري. خلاص كده. هو الصاج ده اكبر طبعا من الصاج 30 في 50، لان في ناس بيبقوا عايزين جاتوه حجم صغير، في ناس عايزين جاتوه حجم كبير، حسب طبعا ما هما عايزين ومحتاجين يعني. بشرت بقى شوية شوكولاتة، انا كنت قلتلكوا ان انا هحط النوتيلا، طبعا ما حصلش الكلام ده لان انا معايا فيديوهات دي من زمان، بصوا الذاكرة بتروح مني كده، فانا بنسى يعني، انا بفتكر بس كده وانا بسجل يعني. خلاص حطيت بقى كريمة كده زي ما انتم شايفين، حابة بقى تحطي كريمة تحطي كريسبيات بس تحطي شوكولاتات بارات اي حاجة موجودة عندك حطيها. انا كده خلاص تمام زينت بزين فيهم، حطيت كمان كيت كات شوكولاتة كيت كات على
القطعتين اللي انا بشر عليهم شوكولاتة. حط بقى كاندي، حط كمان كريسب بني، حط بسكوت لوتس، بسكوت اوريو، اي تزيين عندك انتي حابة تزينيه زينيه، مفيش اي مشكلة خالص. خلاص الدستة دي بحطها في كرتونة 30 في 30. خلاص بتاخد معايا الدستة، سواء الجاتوه الكبير سواء الجاتوه الصغير. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب بقى الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو عجبك ياريت تحط اللايك بتاعك الحلو وكومنت جميل منك وتقولي بتتابعيني منين. تراكم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.